العثور على جثة الفقيدة سونيا. صور تمنينا ألا تبث. ذلك الدعاية سونيا إذا كان أنت البلاغ هذا اللي بلغوه والديك اللي أنت ميتة وأنت موجودة حية خايفة من العقوبات. أنا مستعد. الحكاية متاع اليوم أنا نتذكر تفاصيلها بالكدا. علاش؟ على خاطرها الحقيقة خلت عندي عدم ثقة للناس الكل ملي عمري 9 سنين. علاش؟ لا عاد هكايا يلزمني يخليك وحدك تتفرج في الفيديو للآخر باش تفهم المشكلة اللي تكونت لي جرة القضية هذية اللي تعديت في المسامح كريم. ما تطولش عليك، ما تنساش اللايك والكومنت والشير والسبسكرايب وذوكم الكل بتبيع حاجة تاكلها، ونخليك مع الفيديو. باهي من الاول نمشيو لبرنامج المسامح كريم نهار 20 فيفري 2009. غادي باش نتعرفوا على الام زهره وبنتها هدى اللي ضاقت بهم الدنيا وتلزوا يمشيو للبرنامج هذا. فماشي ما يلقاو شخصيتنا متاع اليوم سونيا الله يرحمها، واللي وقتها كانت مختفيه عندها تقريبا 8 شهور. نخليو زهره وهدى شويه وخلينا نتعرفوا على سونيا شكوني. باهي سونيا اللي في سيليانا وفي عام 2000 عرست براجل اسمه عبد المجيد، اللي بالرغم اللي هو كان على قد وعنده برشا مشاكل ماديه الا انها كانت عندها ثقة فيه باش يقوم بها، وزادة كانت قابلة انها تسكن في دار بوه ووسط عائلته في سيليانا حتى اللي يلقى خدمة ويستقروا في دار مكرية والا حتى ملك على لا. والحقيقة اللي بان بعد مدة انه صحيح كان فما برشا خدم وافروات بالعبد المجيد الا انه ظهر مازال مش مستعد للرسبونسابيلتي والعائلة، وكانت عجبته العيشة في دارهم ماكل شارب كيما طفل صغير لا يخدم لحد شيء. ومرته سونيا ما كانش عاجبها الحال، والحقيقة عندها الحق وتشكيت منه شوية. والحقيقة نجم نقولوا اللي عبد المجيد تفهمها شويه على خاطره باش يتفاهم معاها انه حاول يلقى خدمه، اما قال لها من الاخر اللي حكايه الدار هذه اللي باش نكراها ما تساعدنيش توا، خاصه اللي وضعه المادي مازال موش مستقر جمله. لهنا سونيا حتى هي عطاته اوفر ومن الاخر زاده، وقالت له اللي في دارهم في سوسه فما استوديو صغير ينجموا يعيشوا فيه غادي ويحاولوا يبداو حياه جديده، وبتبيع الاوفروات تاع الخدمه في سوسه باش تكون اكبر من سيليانا، ومادام هو شد خدمه واستقر شويه يبدا يعطي فلوس بشويه لبوها حق هكا استوديو هذاك. وهذا كان المخطط. والحقيقه الابتسامه في وجه عبد الحميد من اليمين اللي صار عجبته الحكايه على الاخر. ديما الجنه والناس يلقاها بالله. شكون كيفه مرته هي اللي تدبر له في عيشته وتدبر له في سكنته وخدمته وكل شيء. المهم تفهموا على الحاجه هذه ونقلوا لسوسه. والحقيقه حياتهم بدات تتحسن بشويه غادي. جابوا الصغير الاول بعد بعامين، وبعده ب3 سنين زاد جابوا الصغير الثاني. ولهنا اللي باين للناس الكل اللي فما تحسن شويه في عيشتهم. والا هذا اللي كان في بالنا على خاطر سيخونا نفس الصنعه. السيد طلع فان كبير للكومفورت زون، نهاره كله هو قاعد وماكل وشارب. فاتورة الضوء تخلص من عند مرته، ماكلة صغاره وولده وماكلته هو بحد ذاته تخلص من عند مرته وعائلتها. الهم الوحيد اللي يخمم فيه كيفاش يربح ترحش كبه في القهوه. ولهنا سونيا فغمت وما عادش تنجم، وقالت له يا سيد راني امنت بيك وصبرت عليك على الاخر، توا ما عادش فيها باش نطلب الطلاق، والحقيقه كل واحد يشوف حياته. وعبد المجيد ما عنده ما يقول لها على خاطره صبعه تحت الزرصه، الدار اللي يسكن فيها ماهيش دارهم. بلوز ما يعرف اللي هو غلط في الحكايه، ان شاء الله يطلع يعرف. على خاطر وافق انه يطلقها، ركز معايا، وافق انه يطلقها مش هي تطلقه، بالرغم اللي هي طلبت منه الطلاق. علاش؟ على خاطر سيادته راجل، فهمتني كيفاش مرأة تطلق راجل. المهم كملت عمليه الطلاق وهو شد دارهم في سيليانا ورجع للكومفورت زون بتاعه غادي، وهي لصقوا في ريوسها كزوز صغار ومسكينه تكمل التعب نتاعها عليهم. ومن بعد بمده القلوب بردت شويه، والا خليني نقول بردوها القلوب بسبب تدخل العائلات في الحكايه اللي ما بيناتهم. حاولوا يهديوا ما بيناتهم ويرجعوهم. قال شنية على خاطر الصغار. وبالله لهنا نحب نقول حاجه، ايش مدخلكم بالله ما عادش تدخلوا في حكايه الكوبلوات، راهم ما يعرف مصلحتهم كان هما. ولهنا زاد اللوم على الكوبلوات بحد ذاتهم، ما عادش تخرجوا اسراركم للعباد. اذا كان انت عرست براجل ولا راجل عرس بيك راهو معرس بك انت، مش معرس بعائلتك واصحابك من الاخر يعني. وتتفهموني علاش قلت هكايا بعد ما نشوفوا شنو صار في الفيديو هذا. حاسيلو في الاخر رجعوا لبعضهم، وذاك اللي صار المره هذه وعدها وقال لها باهي هات نلقى خدمه ونكري دار على حسابي انا، ويتلهى بالصغار ويصرف عليهم، وهي وقيت باش ترتاح من الخدمه وكل الحكايات هذوكم الكل. والحقيقه هذاك اللي صار، كراو دار جديده حاولوا يبداو صفحه جديده. اما شنو تحبني نقول لك بالله، الحجره تذوب السيد ما بدل شيء في حياته، بالعكس كرا دار وزيد فهموا رواحهم بالكريديات والمشاكل مع العباد. ولهنا بالرسمي سونيا عرفت اللي الكائن هذا كي تقيم له قايمه له باش يتبدل، ونهار من نهارات عاركت معاه عركه للسماء. قالت له المره هذه باش ننزل صغاري وقشي ونرجع لدارنا في سوسه. لكن كانت فما مشكله صغيره وقتها اللي هي ما عندهاش حق ركوب، هذاك علاش كلمت واحده من اخواتها طلبت منها باش تبعث لها ماندا، وهذه كانت اخر مكالمه لسونيا في حياتها.
على خاطر من بعد ما خرجت باش تجبد الماندا هذيك ما عاودناش سمعنا عليها حتى خبر. لهنا نرجعوا لحلقه المسامح كريم وين باش نسمعوا برشا تفاصيل من عند الام زهره والبنت هدى. من الاول باش نفهموا اللي العائله وعبد المجيد بيدو داروا سوسه كامله والبوستات نتاع سوسه كامله فماشي ما يلقاو سونيا، لكن ريحتها ما فماش. وزاد عرفوا اللي الماندا اصلا ما تجبدتش من البوستر على خاطر كانت فما فرضيه انه يمكن تعرضت البراكاج، دونك نحاو الفرضيه هذه. وفي وسط الخوذه هذه الكل عبد المجيد قرر انه يقول حاجه ما كانتش متوقعه جمله، وقال اللي هو وقت اللي روح للدار وسال ولده على مرته قال له يا بابا راني ريت امي خرجت من الدار وطلعت في كربه اول مره نراها، من وقتها مشيت وما رجعتش. وهذاك علاش عبد المجيد اتهمها بالخيانه قدام العباد الكل، وقال اللي حكايه الماندا واللواج ما هي الا تمويه من عند سونيا. تعدت الايامات وسونيا ما فماش راحتها، وكعبد المجيد يدور في الحوم وعند العائلات الكل ويحكي ويقول اللي مرته طلعت خاينه وخلته وحده وفي راسه صغار وما لقاش شكون يصرف عليهم. بالله هك ما لقاش شكون يصرف عليهم صحة لأمك. وبعد 12 يوم من اختفائها عائلتها قرروا انهم يتوجهوا للشرطة المرة هذه باش تبدا الابحاث على سونيا. يمكن تسألني توا علاش ما توجهوش من قبل للشرطة؟ انا ما نعرفش الحقيقة، اما توقعت اللي هما كانوا من الداخل خايفين لا تطلع حكاية الخيانة هذه صحيحة ويمكن تصير فضيحة في وسط العباد. اما بطبيعتها الفضيحة صارت هكا ولا هكا بطبيعته سي القلقال عبد المجيد يدور ويحكي به الموضوع هذا حسب توقعاتي، يمكن نطلع غلط. نجيو من ناحية عائلة سونيا اللي من داخل كانوا متوقعين وحاسين اللي عبد المجيد عنده حكايه في الاختفاء هذا، وذاك علاش اصلا من بعد 8 شهور من الاختفاء شفنا الام زهره والبنت هدى جاوا للمسامح كريم على حاجتين. الاولانيه انهم يبعثوا ميساج لسونيا اذا كانت حيه وتحاول تكلمهم ويحولوا القضيه هذه الى قضيه راي عام. والحاجه الثانيه اللي مشاو عليها المسامح كريم انهم باش يوجهوا الاتهامات لعبد المجيد قدام تونس كامله، وهذاك اللي صار. احنا في القضيه هذه شفنا حلقتين في برنامج المسامح كريم. الحلقه الاولى كما قلنا توجدت فيها الام زهره والبنت هدى وكانت عباره على اتهامات ماشيه ديريكت لعبد المجيد، والحلقه الثانيه اللي تعرفت في العالم العربي الكل، وهذه هي الحلقه اللي خلت لي المشكله نتاع عدم الثقه واللي كانت عباره على حق الرد من عند عبد المجيد، واللي الحقيقه وحده راهو قرر انه يمشي يحكي في التلفزه ويعطيهم اللي صار من الاخر وباش يخلينا نضحكوا عليه زاد للاخر. هو تعرفوا علاش ساعه الحلقه الثانيه هذه كانت عباره على كارثه ولقطات مقصوصه من البث وفوضى وعرق، مواجهة عنيفة وصور لم تبث، صور تمنينا ألا تبث فقط لنتفادى الصدمة فقط. حتى شيرين سيخونا قال الحاجه هذه. نوجه لك الدعايه سونيا اذا كان انت البلاغ هذا اللي بلغوه والديك اللي انت ميته وانت موجوده حيه وخايفه من العقوبات، انا مستعد اللي باش نسامحك لا اكثر ولا اقل. اي مستعد باش نسامحها وما يوصلها شنو حتى السماح يا اخي؟ شوفوا توا باش نلم لكم الحكايه ونفسر لكم من الاخر اللي قاعد يصير. عندنا الام زهره والبنت هدى اللي هما يوجهوا الاتهامات لعبد المجيد في الحلقه هذه، وعندنا عبد المجيد بيدو اللي هو يبعث في ميساجات لمرته على اساس اذا كانت حيه تحاول تقول لهم على الحاجه هذيك، وفي نفس الوقت قاعد يلوم في الام زهره والبنت هدى اللي هما كانوا سبب الاختفاء نتاعها. وعندنا زاده احنا كمشاهدين اللي ماناش فاهمين حتى شيء. وعندنا زوز فرضيات، الاولى سونيا ميته والثانيه اللي هي هاربة من دارها، وعنا شخصية جديدة باش تظهر واللي باش تقلب الموازين الكل. البحاث اللي كان قاعد في دارهم ويتفرج في الحلقة هذه هو نفسه البحاث اللي استجوب عبد المجيد واللي لاحظ اللي فما تضارب في كلامه واعترافاته. هنا خويا ايش لز حما يغني باهي شدوا عندكم. بعد الحلقة هذه البحاث هذا عاود استدعى عبد المجيد باش يعاود يستجوبه، قال له من الاخر راك يا عبد المجيد دخلتها في حي اللي حكيته في التلفزة هو مش نفسه اللي حكيته لي في البحث، وراهو الحاجة ذي تنجم تخليك من الاخر انت المتهم الاول في حكاية سونيا، وراهو نزيدك زيادة استجوبنا ولدك قال حاجات ورطوك من الاخر، يعني من الاخر ما عندك وين هارب. تحت الضغط هذاك الكل عبد المجيد فرد وحكى هي الحقيقه اللي دخلت تونس كامله في حي، وفسر لهم بشويه بشويه على الجريمه البشعه اللي عملها وكيفاش حول مرته الشجره. اشنيا صار بالضبط؟ الابحاث من الاول حاولوا يحكيوا مع ولدهم الصغير واللي قال نهار اختفاء امه شاف بوه يضرب فيها حتى لين رقدت وما عودتش فاقد، من وقتها دخلوا للبيت وسكر عليه. هنا ديريكت مشاو لعبد المجيد وحكاوا معاه، فهموا منه بعد الاعترافات نتاعو اللي هو ضرب سونيا حتى لين ماتت. وبعد كي شافوا ولاده خزروا له شنو يعمل سكر عليهم البيت وهزها الجنينه حتى فوق جرايه وشعلها على اساس باش يحرقها ويخفي اثر الجريمه الكل. لكن اللي صار انه الجيران تحيروا من الحريقه اللي صارت من الدار
الدار، ومشاو دقوا عليه الباب وقالوا لهم اللي هو طيش البونطه نتاع السيجار وعمل له حريقه صغيره في الجنينه يعني. دونك لهنا نعتبروا اللي الخطه الاولى فشلت، لكن السيد طلع عنده خطط بيب غوارديولا في مخه. مشى جبد ساطور وقطعها تروف وحفر حفره في الجنينه ودفنها غادي، صرع فوقها شجره نتاع زيتون باش يبعد الشبهات على البلاصه هذيك. فريمون باهي. توا الناس الكل تحب تعرف السبب علاش عبد المجيد عملها هكاكا. السيد عباره بيبي كان عايش عند مرته، هي اللي تصرف عليه توكل عليه تسكن فيه، هو الحاجه الوحيده اللي كان يعملها ترحش قبها والضرب في الدار. دونك شنيا السبب اللي خلاه يعمل هكا؟ يا سيدي انا نحب نعطيكم مفاجاه السهره، واللي هو عبد المجيد ما طلعش بطال. السيد طلع داخل في تعازق نتاع كنوز واستخراج اثار وكل حاجات هذوكم الكل، وما نعرفش كيفاش في مره من المرات ظهرت له ولقاه كنز مدفون. نعرفوا اللي القانون في تونس يمنع انك تتصرف في كنز والا اثار قديمه، والحاجه اللي لازمك تعملها تمشي تبلغ عليهم وتوصلهم لاقرب مركز شرطه. لكن بالطبيعه السيد ما عملش الحاجه هذه، هزها لداره وحب يبدا يتصرف فيها بشويه بشويه. ولهنا سونيا عرضت الحاجه هذه على الاخر زاد، وقالت له تنجم تجيب لنا مشاكل للدار وما تنساش لي عندك صغارك الزوز. ولهنا دخلوا في نقاش كبير وبريسك عركه يعني، حتى لين وصلت هددته قالت له راهي يمكن تبلغ عليه. لهنا حس بالخطر على حياته وعلى خاصه الفلوس اللي يمكن يربحها من وراء الكنز هذا، وذاك علاش عمر ردة الفعل وقرر انه يوفي لها حياتها. ومن بعد بشرى قرر زاد انه يوفي حكايته بيده وقدام تونس كامله. العثور على جثة الفقيدة سونيا بعد أن تعرضت إلى جريمة، والقاتل طبعا يعترف بتفاصيل الجريمة ويوري مكان وين موجودة الفقيدة سونيا. هذه كانت حكايتنا متاع اليوم. ما تنساش كالعاده تعطيني رايك، اللايك وسبسكرايب، وكان عندك قصه في مخك تحبنا نحكيوها ما تبخلش علينا بكومنتير. سلام.